من هنا، من أرض الإنجاز والعزيمة، نروي للعالم قصة جيل مغربي كتب التاريخ من جديد. جيل أمن بأن المستحيل مجرد كلمة، فصنع المجد بعرقه وموهبته وإصراره. في ليلة ستبقى خالدة في ذاكرة كرة القدم، حقق المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة إنجازا تاريخيا بالفوز بلقب كأس العالم للشباب 2025 بعد تفوقه على نظيره الأرجنتيني في مباراة نهائية مثيرة شهدت تألق النجم ياسر الزابري الذي سجل هدفين رائعين منح المغرب المجد العالمي. لم يكن الأمر مجرد فوز بكأس العالم، بل هو فوز بروح، فوز بثقافة كروية تتطور، بمشروع وطني يؤتي ثماره هذا الجيل، وهو ثمرة رؤية ملكية واستثمار طويل الأمد في التكوين والبنية التحتية، من أكاديمية محمد السادس إلى ملاعب العالم. الأجواء الاحتفالية عمت الشوارع المغربية من طنجة إلى العيون، وارتفعت الأعلام ورددت الجماهير بصوت واحد: ديما مغرب، ديما فخرنا. اليوم المغرب لا يحتفل فقط بكأس العالم، بل بميلاد جيل ذهبي أثبت أن الحلم المغربي يمكن أن يتحقق حين تتحد الإرادة وتعمل المؤسسات بروح وطنية صادقة.